النهاردة هنتكلم عن أكتر 4 موبايلات اتظلمت في السوق المصري. موبايلات تحت 10,000 جنيه ومليانة إمكانيات تستحق أكتر من كده بكتير، لكن للأسف مظلومة بسبب التسويق أو المنافسة أو حتى حاجات ملهاش علاقة بالموبايل نفسه. هنتكلم عن التفاصيل والمواصفات والأسباب اللي خلت الموبايلات دي ما تحققش النجاح اللي تستحقه. كمان لو أنت بتفكر تشتري موبايل جديد وعاوز حاجة مظبوطة بميزانية معقولة، ركز معايا لحد اخر الفيديو لانك ممكن تلاقي الموبايل اللي انت محتاجه من غير ما تعرف. وكمان محضر لك مفاجأة جامدة جدا في اخر الفيديو. اتأكد انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناة عشان ما تفوتش اي حاجة، ويلا بينا نبدأ. نبدأ مع أول موبايل معانا، سامسونج جالاكسي اي 24. الموبايل ده سعره حاليا حوالي 8900 جنيه، نسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة تخزين. ده سعر الضمان المصري اللي معلوش ضريبة مش الدولي. اتأكد كويس قبل ما تشتري أي تليفون من النقطة دي عشان ما تلبسش في الضريبة. شرحت ازاي تدخل تشيك على أي موبايل عليه ضريبة ولا لأ قبل ما تشتريه، هسيب لكم رابط الشرح في الوصف. المهم ان سعر التليفون يعتبر كويس لو بصيت على مواصفاته والاسعار اللي رفعت في السوق. الموبايل بيجي بشاشة سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي، ودي شاشة ممتازة في الفئة دي. الألوان واضحة والتفاصيل كويسة جدا، وده بيخليه مناسب لأي حد بيحب يتفرج على فيديوهات أو يلعب ألعاب. جوه الموبايل بقى معالج من ميديا تك هيليو جي 99، وده معالج قوي في الفئة المتوسطة، بيشغل ألعاب زي بابجي على أعداد متوسطة من غير أي تهنيج، يعني من 40 ل 50 فريم آخره. الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجا بكسل وفيها مثبت بصري، ومعها عدسة للتصوير الواسع بدقة 5 ميجا بكسل وعدسة مايكرو 2 ميجا بكسل. الصور في الإضاءة الكويسة بتطلع تفاصيلها ممتازة، لكن في الإضاءة الضعيفة الأداء بيقل شوية. البطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 25 واط، يعني يكمل معاك يوم شغل من غير ما تحتاج تشحن. التليفون طبعا بيدعم كل المستشعرات زي الجيروسكوب ال NFC. طب ليه الموبايل مظلوم؟ المشكلة إن الناس بتقارنه بالجالاكسي اي 15 اللي هو أرخص شوية وشبهه، لكن الحقيقة إن الاي 24 أفضل في الشاشة والأداء وحتى الكاميرات. كمان سامسونج ما عملتش تسويق كبير للموبايل ده، فبالتالي الناس ما خدتش بالها منه. وفي رأيي الموبايل ده اختيار ممتاز لأي حد ميزانيته حوالي 9000 جنيه. تاني موبايل معانا هو ريلمي سي 67 الفور جي، وسعره حوالي 7200 جنيه لنسخة 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة تخزين. الموبايل ده بيقدم قيمة مقابل سعر ممتازة، لكن للأسف مش واخد حقه في السوق. الشاشة هنا IPS LCD بحجم 6.72% بوصة ودقة فول اتش دي ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع بيوصل ل 950 شمعة. الشاشة هنا واضحة وزوايا الرؤية كويسة، لكن بصراحة طبعا مش نفس مستوى شاشات السوبر أموليد. المعالج سناب دراجون 685 واللي بيقدم أداء قوي جدا بالنسبة لسعره. الألعاب الخفيفة والمهام العادية مش هتكون فيها مشكلة تماما، بس هو مش أحسن حاجة في الألعاب التقيلة. البطارية هنا 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 33 واط. البطارية دي حرفيا هتنسى تشحنها لأنها بتكمل معاك بسهولة يوم شغل. الكاميرا الأساسية 108 ميجا بكسل، وده شيء نادر في الفئة دي. الأداء ممتاز في الإضاءة كويسة، لكن طبعا في الإضاءة الضعيفة بتقل الجودة. والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مقبولة، لكن مش أحسن حاجة. التليفون بيجي بسماعات ستيريو ومايك إضافي لعزل الضوضاء، وكمان مخرج ال 3.5 مللي بتاع السماعات الخارجية، وبيدعم معظم المستشعرات زي الجيروسكوب. طب فين المشكلة؟ وليه الموبايل مظلوم؟ الموبايل ده مظلوم لانه جاي في فئه فيها منافسه شديده جدا زي الجالاكسي اي 24 اللي لسه مكلمك عنه. كمان فكره ان سلسله الاس من ريلمي الناس دايما شافها اقتصاديه خلت بقى ناس كتير تفتكر انه موبايل ضعيف، لكن الحقيقه غير كده تماما. الموبايل ده يستحق نظره تانية لو بتدور على حاجه متوازنه بميزانيه 7200 جنيه. الموبايل الثالث في قائمتنا هو ريلمي نوت 50. الموبايل ده نزل بسعر 5000 جنيه وبيقدم إمكانيات تعتبر ممتازة جدا في الفئة الاقتصادية. شاشة IPS بحجم 6.74% بوصة ودقة HD ومعدل تحديث 90 هرتز. هي مش أفضل شاشة لكنها كافية جدا للاستخدام اليومي. المعالج يونيسك تايجر تي 612 بيديك أداء ثابت جدا في التطبيقات اليومية وحتى الألعاب الخفيفة. الكاميرا الأساسية 13 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل. ما تستناش الأداء الجامد من الكاميرات في الفئة السعرية دي، لكن الأداء كويس جدا بالنسبة للسعر. البطارية 5000 ملي أمبير مع شحن بسرعة 10 واط. البطارية كويسة وكافية ليوم شغل من غير ما تحتاج تشحنها في نص اليوم، بس سرعة الشحن بطيئة قوي بصراحة. ايه اللي حصل بقى؟
ليه الموبايل ده مظلوم؟ للأسف الموبايل ده نزلت عليه حملة سلبية واضحة جدا، وده علشان ريلمي نفسها قررت تنزل موبايل جديد اسمه ريلمي سي 63 بنفس المواصفات تقريبا لكن بسعر أعلى، وده خلى الناس تفتكر إن النوت 50 أقل من الطبيعي رغم إنه عملي جدا وسعره ممتاز. التليفون سعره 5000 جنيه نسخة ال 3 جيجا رام ومساحة تخزين 64 جيجا. لو انت وصلت للنقطة دي فانا بحييك، انت حد جامد جدا انك عندك الصبر والتركيز انك تكمل الفيديو للآخر. ان شاء الله في حياتك هتقدر تحقق نجاحات كبيرة لان الصفتين دول نادرين جدا دلوقتي. نروح بقى لآخر موبايل معانا وده يعتبر المفاجأة في القائمة، انفينكس هوت 50. الموبايل ده نزل بسعر حوالي 107 دولار وبيتباع في مصر بسعر 6600 جنيه لنسخة ال 8 جيجا رام ومساحة تخزين 128 جيجا، ومع ذلك بيقدم إمكانيات جامدة جدا. المعالج هيليو جي 100 واللي جامد جدا في الألعاب وبيدعم 60 فريم ودي حاجة نادرة جدا في السعر ده. الأداء قوي جدا لأي حاجة سواء ألعاب أو الاستخدام اليومي. الشاشة اي بي اس بحجم 6.78% بوصة وبدقة فول اتش دي وتردد 120 هرتز. كمان السطوع بيوصل ل 800 شمعة وده ممتاز لو هتستخدم الموبايل في الشمس. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل وبتدعم تصوير فيديو بجودة ال 2K ودي ميزة خرافية في موبايل بالسعر ده. البطارية 5000 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط، هتلاقيه في العلبة هو والسماعات وجراب للموبايل. التليفون كمان بيدعم معظم المستشعرات زي ال NFC. ايه بقى اللي بيظلم الموبايل ده؟ السبب هو انفينكس وتاريخها الطويل مع الموبايلات الاقتصادية والصورة النمطية اللي الناس واخداها عن انفينكس، زي ان تليفوناتها صيني وبتجيب بوردة والخامات تعبانة والخ. كل الحاجات دي خلت ناس كتير ما تصدقش ان الموبايل ده ممكن يكون قوي بالشكل ده، لكن الحقيقة ان الموبايل ده كويس جدا وبيقدم قيمة ممتازة مقابل السعر. الموبايل كمان بيجي بضمان 18 شهر. الموبايلات اللي كلمتكم عنها النهاردة كلها تستاهل نظرة تانية لانها فعليا بتقدم امكانيات ممتازة في فئات سعرية مختلفة، لكن للأسف مظلومة بظروف خارجية. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان ما تفوتش اي فيديو جديد، وقول لنا في التعليقات ايه اكتر موبايل شايف انه مظلوم في السوق.